ودلوقتي معاكم مع برنامج في الشارع على راديو ام تي اي. راديو ام تي اي اذاعه تتحدى الجميع. يا مساء الخير على كل مستمع راديو ام تي اي في برنامج في الشارع مع مريم فؤاد ودينا الدسوقي. ازيك يا زينة؟ ازيك يا مريم، عامله ايه؟ تمام. النهارده موضوع حلقتنا مهم قوي عن دور الاعلام في المجتمع، وعشان نتكلم اكتر فيه يسعدنا ان يكون معانا الاعلاميه الكبيره والجميله نشوى عاشور. نرحب بحضرتك. اهلا بيكم، اهلا بزعيمكم، واهلا بالشباب في ام تي اي. وانا سعيده بمريم ودينا. حضرتك منورانا النهارده، والله متشرفين بوجود حضرتك بجد معانا. مبسوطين ان حضرتك ضيفة الحلقه النهارده. ربنا يخليكم يا رب يا شباب. يمكن موضوعكم النهارده رائع. لما كلمتوني وقلتوا لي عن دور الاعلام في المجتمع، اعتقد ان الموضوع ده مهم جدا جدا. ويمكن سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كل اجتماعاته وكل الخطب بتاعته كان بيتكلم عن دور الاعلام في المجتمع. فعلا. هنطلع فاصل ونرجع لكم، وما تنسوش تكلمونا على 011 1760 1760 وبعتولنا على الفان بيج facebook.com/radiomti. انتوا لسه بتسمعوا برنامج في الشارع على راديو ام تي اي. راديو ام تي اي اذاعه تتحدى الجميع. ورجعنا لكم بعد الفاصل. ما تنسوش تكلمونا على 011 1760 1760 او ابعتولنا على الفيسبوك facebook.com/radiomti. ومرة تانية بنرحب بضيفتنا اللي منورانا الإعلامية نشوى عاشور. اهلا بيكي يا دينا، وعايزه بس اشكر مخرجنا الجميل محمد عادل لان جاب لي الاغنيه حلوه يا بلدي بتاعت دليده، فانا بشكرك طبعا يا محمد كده. حضرتك طبعا خريجة سنة 91، وأول ما اتخرجتي تعينتي على طول في التلفزيون. من وجهة نظر حضرتك، أكيد طبعا في خلال 26 سنة تقريبا حضرتك في الإعلام فيها. كبريني قوي يا دينا. ماشي. لا حضرتك صغيرة. ربنا يخليكي. حضرتك صغيرة. في طبعا اختلافات بين الإعلام دلوقتي وزمان. ايه بقى؟ بصي، انا فعلا اتخرجت 91 وتعينت في التلفزيون 91. كان ساعتها رئيس التلفزيون الاستاذ عبد السلام الناجي، كان ساعتها في وزير للاعلام كان ساعتها صفوت الشريف. كانت الدنيا مختلفة، يعني كانت الحياة مختلفة. فرحتي وانا داخلة التلفزيون لسه بقول يا هادي، قعدت اتدرب انا وزمايلي سنة كاملة قبل ما نطلع على الشاشة. كنا جروب كبير، يعني كنت انا ودينا رامز وهيدا فتحي ومجموعة كبيرة جدا، وامل منير صبري ومنال الدرديري ونرمين عصام زميلتنا الله يرحمها. كنا مجموعة كبيرة جدا من المذيعين، حوالي ما يقرب من 11 مذيع ومذيعة. اتدربنا تدريب غير عادي عشان نطلع على الهواء. قعدنا سنة كاملة عشان نقدر نخطي وندخل ونمسك مايك ونطلع على الشاشة. أكيد. طب احنا معانا تليفون ونقول الو. ايوه ازي حضرتك؟ مساء الخير. مساء النور. الحمد لله. مساء الخير. مساء النور. نتشرف باسم حضرتك. سحر عاشور. ازي حضرتك؟ سحر. انتوا اخوات ولا ايه؟ لا بنت عمي. اهلا بيك يا سحر. يعني عرفتي توصلي لنا بسرعه وهي سحر على طول اهو. يا فندم طبعا. ازيك يا النهارده سحر؟ موضوع حلقتنا عن دور الاعلام في المجتمع. تحبي تقولي ايه بقى؟ ايوه، ما هو ده اللي انا عشان كده بتصل. ايوه يا سحر، انا شايفك بتستعدي تقولي كلام جامد يا سحر. ناوي على ايه؟ قولي. مش قوي كده، مش قوي كده، مش قوي. لا انا لسه راجعه من بره من اوروبا، فعرفت ان سمعتنا هناك في اوروبا وحشه قوي. وحشه قوي، ان احنا ما عندناش امن خالص. لدرجه ان انا عمي عايش في فيينا، عمي مصري وعايش في فيينا، بيقول لي لا يا سحر، ده الناس بيقولوا ان انا ممكن امشي في الشارع اتثبت. ليه الاعلام عندنا مش موصل الصوره الصحيحه خالص عن مصر؟ مفيش حد عارف حاجه عن مصر، انها مصر تقريبا تعتبر من اكثر الدول امنا دلوقتي. يعني اوروبا دلوقتي مليانه ارهاب، احنا ما عندناش للدرجه دي. على فكره يا سحر، انا عايزه اقول لك على حاجه. يمكن انت لما جيتي وقلتي لي على عمو كمال وهو بيتكلم ان هنا ما فيش امن ولا في امان والكلام ده، كلامك منطقي، وما فيش اي صوره بتوضح للاعلام بره في الاعلام الخارجي الصوره دي حقيقي. لكن يمكن رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون الاستاذه صفاء حجازي لسه كانت عامله مؤتمر صحفي وعامله اجتماع
لهذا الموضوع، وان لازم الاعلام يوصل للخارج ويوضح صورة مصر في الخارج، وبالاخص الاماكن السياحية اللي فيها الامن والامان داخل مصر. وكان في اجتماع ومؤتمر صحفي عن الموضوع ده، لان الموضوع ده من المواضيع المهمة جدا 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 يا سحر، حقيقي يعني. يعني انا بحس ان احنا بنكلم بعض، يعني احنا بنكلم بالظبط، القنوات صح، الفضائيه كلها والاذاعه والتلفزيون والقنوات الفضائيه كلها بتكلمنا احنا. ما احنا عارفين، ما احنا عايشين في بلد وعارفين. صح. وانا بقول لك، انا يمكن كنا بنتكلم في الموضوع ده، فوجئت ان الاستاذه صفاء حجازي رئيسه اتحاد الاذاعه والتلفزيون كانت عامله مؤتمر صحفي على الموضوع ده، وتطوير القنوات الفضائيه ووصولها للخارج عشان توصل صوره مصر الى الخارج. طب وهل الاستاذه صفاء ليها ان هي القنوات الفضائيه الخاصه؟ بتكلم على القنوات الخاصه. لا، انا بتكلم على اتحاد الاذاعه والتلفزيون اللي يخصني. اتحاد الاذاعه والتلفزيون انا عارفه انه ممكن يعمل كده بسهوله، واحنا طول عمرنا بنعمل حاجه زي كده، طول عمرنا مصر بره دي معروفه يعني. لكن هل بقى القنوات الفضائيه الخاصه هينفع تعمل الصوره دي؟ هتصدر لينا الصوره بتاعتنا؟ والله يا صح، انا لحد دلوقتي ما اقدرش، يعني انا من النوع اللي ما اقدرش اتكلم في حاجه انا ما اعرفهاش كويس، لكن اللي انا اعرفه اتحاد الاذاعه والتلفزيون بيعمل جدوله زمنيه حاليا لوصول صورتنا للخارج. طب بما ان انا بتكلم اعلاميه كبيره، فيا ريت بقى اقتراح من مواطنه عاديه، ودي اول مره اقولها لك حتى يا نشوى. اقتراح لاستاذه صفاء ان تعلن او تعرض الموضوع ده على مجلس الشعب. مجلس النواب عندنا المفروض يعرفوا ان الكلام ده مهم جدا بره، لان فعلا لما يا عمي مصري صح. يقول حضرتك اكيد اتضايقتي لما اتقال كده على بلدك يعني. طبعا جدا جدا، لان ما هو يا ريت ده حقيقه، مش دي حقيقه. ما هو يعني قولوا حاجه منطقيه يا جماعه، احنا عايشين في البلد الامن فيها حلو. ليه كده؟ ليه بيتقال علينا كده؟ صح، لازم الاعلام يوصل الصوره صح. لازم الاعلام، والاعلام الاذاعه والتلفزيون المصريه، الحكومه المصريه والقنوات الفضائيه والكلام ده لازم يبقى في مجلس النواب، لان مجلس النواب هو لازم يلزم القنوات الفضائيه بتصدير صوره عادله في مصر. صح بالظبط، يعني مش كده يعني. هو خلاص كده مدام نشوى ان شاء الله فهمت كده، وان شاء الله توصل الصوره صح. يا ريت يا مدام نشوى بقت عينيا. شكرا على اتصال حضرتك، شرفتينا. ميرسي قوي يا فندم، وميرسي ومبروك البرنامج وبالتوفيق ان شاء الله. ميرسي لحضرتك. ميرسي قوي يا فندم، مع السلامه. مهم قوي الموضوع اللي مدام سحر اتكلمت فيه، الاعلام. عايزه اقول لك على حاجه، يمكن انتوا، وبقول لدينا الكلام ده من البدايه، اخترتوا موضوع مهم جدا، دور الاعلام في المجتمع. صح. الاعلام بيقوم شعوب وينيم شعوب، الاعلام بيعمل تطور، الاعلام بيخلق صورة للحوار. يعني شوف بعض الألفاظ اللي بقت بتتقال في الشارع دي متاخده منين؟ من الاعلام. صح. ان كان بقى انا بتكلمش على الاعلام الثقافي او المذيعين، كمان في الدراما. الدراما عليها عامل كبير جدا جدا بتغيير المجتمعات. الافلام او تقليد اعمى يعني الشباب. بالظبط. حضرتك طبعا اشتغلتي يعني من معلوماتي كده في كل انواع البرامج. ايوه نساء ومرأة وشباب واطفال. في صباح الخير يا مصر سنة 1994 كان إعداد حضرتك وتقديم حضرتك. ده أول ما بدأ صباح الخير يا مصر اختاروا 5 مذيعات أنا من ضمنهم، وكنت بعمل فعلا فقرة صباح الخير أستاذي العزيز، وكانت إعدادي وتقديمي، والواحد كان الحمد لله كله حيوية ونشاط. حضرتك من وانتي صغيرة تعدي وكده؟ نعم. عرفتي من وانتي صغيرة تعملي إعداد؟ طبعا عرفت طبعا. حضرتك كنتي متفوقة يعني، أنا حاسة كده. لا بصي هقول لك، مش موضوع التفوق، انا في رايي انا لحد دلوقتي بتعلم. انا قاعده معايا دينا وقاعده معايا مريم، ممكن اتعلم منكم. لا ده احنا بنتعلم من حضرتك يا مريم. عايزه اقول لك حضرتك حاجه، مفيش مخلوق اللي يقول لك انا عارف كل حاجه تعرفي انه ما يعرفش حاجه. صح. طول ما انت عايشه بتتعلمي. يمكن يكون انا عندي تجارب، عندي بعض السمات اللي اكتسبتها نتيجه تعاملاتي في اكتر من مجال. لما اشتغلت في صباح الخير يا مصر وعملت الاعداد والتقديم وادور على الضيوف، يمكن انا كنت حريصه ان انا اتعامل مع ناس مختلفه، اجيب ضيوف مختلفه. فده اللي نجح فقرتي في صباح الخير استاذي العزيز في صباح الخير يا مصر. صح.
طيب. حضرتك المذيعتين الوحيدين اللي كنت منهم اللي سجلوا مع الشيخ الشعراوي، حضرتك الإعلامية نشوى عاشور والإعلامية فاطمة فؤاد. استاذتي الاستاذه فاطمه فؤاد دي استاذه في الاعلام ككل، طبعا لها كل التحيه والتقدير والحب، بقول لها ازيك وكل سنه وانت طيبه. انا فعلا سجلت مع فضيله الشيخ تفتكري طب اللقاء ده؟ متولي شعراوي طبعا. يعني عايزه اقول لك اللقاء ده لا ينسى بالنسبه لي في طبعاً. حياتي. طبعا. وكان مصر ان انا البس طرحه، كنت ساعتها لسه مش محجبه، انا حاليا محجبه طبعا. اه ولبست الطرحه وعملت لقاء مع فضيله الشيخ، كان في فقره صباح الخير استاذي العزيز. وعايزه اقول لك لحد دلوقتي لما بتيجي الذكرى السنويه بتاعته بتذاع تاني الفقره دي. وكان راجل جميل طبعا والدين الوسطيه مش البسيط، هتعوض تاني. هو ده الدين الاسلامي. صح. الشيخ لبسك متولي طرحة شعراوي. وقال لك ايه بقى؟ اتكلمنا في كل حاجه، اتكلمنا في الموده واتكلمنا في الحب، وكان دمه خفيف جدا الله الله يرحمه. يرحمه. واتكلم على علاقات الناس، ويعني ايه ان انا اقدر استاذي ويكون لي قدوه. صح. كنا بنتكلم في ايه، كانت الفقره صباح الخير يا استاذ عزيز، ان كل واحد فينا لو ملهوش قدوه يروح الله حلو قوي. يضيع. حلو جدا. هي ده كان غرض رسالة حلوة أوي. الرساله دي، ان كل واحد فينا اللي ملهوش قدوه يضيع. زي المثل كده البلدي يقول لك انت ايه، مالكش كبير. اشتروا لك كبير. برافو عليك يا صح. مدام، شاطره قوي. معانا تليفون ونقول الو. الو مساء الخير. مساء النور. يا مريم. ازيك؟ زي مين معايا؟ نشرف حضرتك. مدام سلوى، انا وحشتيني قوي اللي بقالي وحشتينا والله، احنا قلنا حضرتك كتير وما سمعناكيش. ازيك يا حبيبتي؟ وحشتيني انت ودينا. وحضرتك حضرتك تمام. والله عامله ايه؟ النهارده موضوع حلقتنا عن دور الاعلام في المجتمع. وضيفتنا طبعا انا معاكم من اول الحلقه، بسمعكم من اول الحلقه. وعايزه اقول لكم برافو عليكم جدا ان انتوا بتتكلموا في موضوع مهم زي كده. والاحسن اللي عملتوها ان انتوا معاكم الاعلاميه الجميله مدام نشوى. حبيبتي اهلا بيكي، اهلا بيكي يا روح. اهلا بيكي، منوره اكيد طبعا، منوره الدنيا يعني. ربنا يخليكي، ربنا ما يحرمني منك ابدا. انا عايزه اقول لك ان انا من مشاهدينك يعني من زمان، انا نفس الجيل تقريبا وكنت بتفرج على بدايتي في صباح الخير يا مصر. حبيبتي وحاليا بشوف بيت الهنا. الله. وانا طالباكي في لك حاجه بس واحده بس. اتفضلي. انت من اجمل المذيعات اللي بتلبس الحجاب وبتعلمنا الاناقه والسياسه في الحجاب. الله ده ايه انت الكلام ليكي الجامد ده معجبين بجد. انا كده مش هعرف اكمل الحلقه على فكره يا مدام سلوى. لا والله مش هعرف بجد اكملها. سياسه واناقه يعني فظيعه ربنا يعني يخليكي يا بجد. روحي. من احسن المذيعات اللي بتعرف تنتقي وتقدم نفسها بشكل جميل ولائق، ومن غير يكون يعني ما تكونش يعني بتلبسي حاجات جميله ورقيقه زيك بالظبط يعني. يا حياتي ربنا يخليكي ليا يا روح بجد قلبي، والله. ميرسي جدا وعايزه اقول جدا. لك بقى ان انت احلى حاجه عملتيها فعلا، ان انت بتقدمي او ضيفه النهارده في برنامج شباب. يعني انا عارفه ده انا فرحانه بيهم على احنا اللي فكره. مبسوطين جدا ان هي معانا دينا النهارده. ومريم مذيعتين هيبقوا ممتازين. اولا انا عاجبني ان هم ما بيقطعوش على بعض، متفاهمين. على فكره عايزه اقول ان هم امارات بجد يعني. وعندهم لباقه وعارفين يتكلموا، فانا فرحانه بيهم. فعلا ربنا فعلا ما يحميهم شاء يا الله، رب. هم بنات جميلات فعلا. وواضح ان الاذاعه بتاعتهم فعلا اذاعه متمكنه يعني، بتقدم لهم الدعم برضه. يعني ربنا يوفقهم ان شاء الله. الله يخليكي يا ست الكل، ميرسي جدا يا مدام يا سلوى. ريت بقى كل الناس القامه في وظائفهم المختلفه، مش الاذاعه والتلفزيون بس، يقدموا الدعم للجيل الجديد. يا ريت كل الناس تقتدي بيكي. يا ريت، انا بتمنى ده. الصغيرين. هم دول الجيل اللي طالع اللي زي الفل، ربنا يحميهم يا رب. والله الناس كلها تعمل كده فعلا، كان يبقى عندنا اجيال فعلا ممتازه بعد كده. انا شايفاهم قاعدين قدامي ومتمكنين، انك لمتمكن يا دينا. ربنا ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم. عايزين نبقى نسمع صوت حضرتك يا مدام سلوى دايما كده. ربنا يحفظك. ميرسي يا نورتي انتصار. حبيبتي، نورتينا شكرا. في الراديو بقى. المره دي راديو مش ميرسي يا روحي، ربنا نورتينا. يخليكي. ربنا ميرسي يا يخليك. حبيبتي. مع السلامة. على فكره التليفونات عماله، كتير محمد عمال جدا. يقول لي في تليفونات. على واضح كده مش ان ملاحقين. كنتوا معجبينكم ناس كتير كتير قوي على كده. فكره. لا معجبين حضرتك طبعا. يا دندن بس انا شايفه ان كنتوا انا فعلا لما بقول لمدام سلوى ان كنتوا مذيعات متمكنين دي حقيقه. انا ربنا شايفه يخليها قدامكم حضرتك. ورق، وشايفه ان كنتوا دارسين الحاله بتاعتي يعني عشان انا قاعده تاني مره اقعد في حياتي على مدار ال 26 سنه زي ما بدات يا دينا وقلتي، وانا بحييكي طبعا جبتي هذه المعلومات. ان اقعد ضيفه ف حاجة غريبة. حاجه جميله. طب معانا تليفون تالت ونقول الو. ايوه ايوه
ازيك يا مريم؟ ازي حضرتك؟ مش عارفه اسم أو حضرتك. أو شاكر عبد المعطي معاك. اهلا وسهلا استاذ شاكر، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. معاكم مدام نشوى عاشور، تمام. اعلاميه نقول قديره ربنا وكبيره في المقام. ربنا يخليك يا عايز فندم. اسالها سؤال بس. أؤمرني يا فندم. هو حضرتك طبعا اعلاميه قديمه، الحمد لله. ودول شباب خبره بيتعلموا منك. اكيد بإذن الله. عايز اسال ايه اللي ممكن تديه لهم في المعلومات، ازاي يطلعوا، ايه الهدف بتاعهم في الاعلام بمناسبه الحلقه الجميله دي. ربنا يخليك يا شاكر. وبالذات في جمله واحده عايز اقولها، ان الكلمه اقوى من الرصاص. طبعا طبعا الكلمه اقوى من الرصاص. طبعا والكلمه طبعا بتصنع مجتمع او بتدمر مجتمع. طبعا. حضرتك بتديها ايه؟ حاضر. بتدي دينا وبتدي مريم، بتقول لهم ايه ابداوا بيه وايه يكون هدفكم قدام. يعرفوا يقروا كتير، يقروا كتير، يثقفوا كتير، يسمعوا اكتر ما يتكلموا، يفهموا اكتر ما يطلعوا اللي جواهم عشان يطلعوا المعلومه صح. الشيء الثاني، انا سمعت طبعا مدام سحر عاشور بتتكلم على المعلومه اللي في اللي بره، اللي بتظهر في الاعلام اللي بره فعلا، عن الامن. ايوه عن الامن، وان سمعته مش كويسه في مصر. بالظبط. ايه دور الاعلام انه يصحح هذه المعلومه؟ والله انا لسه قايله لمدام سحر نفس الكلام، قلت لها حضرتك مدام صفاء كانت لسه عامله مؤتمر عشان القنوات الفضائيه بتاعتنا، القناه الاولى الفضائيه الاولى والثانيه، وطبعا عندنا مثلا زي قناه القاهره اللي انا بشتغل فيها دي على النايل سات برضو موجوده على الدش، توصل للعالم الخارجي بره وتوضح صورتنا السليمه، وفي نفس الوقت الاماكن السياحيه بتاعتنا تظهر للساحه والناس يشوفوا ان احنا بلد الامن والامان. ده مؤتمر قيم، لكن انا ما اقدرش افتي في القنوات الثانيه الفضائيه الاخرى، انا ما اقدرش اتكلم عنها لان انا ما اعرفش عنها حاجه بالامانه يعني. طب السيد رئيس السيسي في كل اجتماع ليه بيوصي للشباب، بيوصي بالاعلام وبيوصي بالاعلام. والشباب، ما هو الشباب دول من ضمن الاعلام، في شبابنا والشباب اللي قاعد معاك الجميل ده هياخد من حضرتك ايه يبدا بيه ينمي بيه البلد دي من ناحيه المعلومه للخارج. يحبوا بلدهم بجد. ايوه يبقى في حبه ضمير صغننين اتجاه البلد، ما بقولش كتير بس حبه ضمير. امانه امانه يا ناس، احنا وحضرتك محتاجين شايف امانه. ان في امان فعلا في البلد ولا لا؟ يعني من وجهه نظرك. طب نسال مريم كده، نقول لها بالنسبه اللي قدامك اعلاميه كبيره، تمام، قاعده المفروض ان المجلس ده تستفيدي منه كتير يا مريم. طبعا طبعا. ايه اللي ممكن تستفيديه وتحطيه كقاعده ليكي من اعلامي قديم زي مدام نشوى عاشور؟ بتقول لك معلومات وتقول لك قيم بتبدأي بيها حياتك. هل ده هيبقى في دماغك للمستقبل ولا ده هينتهي بالمجلس اللي انت قاعده فيه؟ لا طبعا، ده يبقى فاضل في دماغي لحد ما ابقى مذيعه كبيره زي مدام نشوى، يا رب. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا مدام نشوى، شكرا يا مريم، شرفنا بحضرتك وشكرا. شكرا يا دينا، ميرسي لحضرتك. حلقه جميله والمعلومه فيها اجمل ان شاء الله. ربنا يخليك، ده انتظار حضرتك، شكرا. ميرسي. شكرا يا مريم. واحنا معانا اتصال تاني بس مش عارفه نأجله ولا ايه يا محمد؟ طب خلاص الخط قطع. خلاص الخط قطع. احنا حضرتك اتكتب عنك برضو في مجله اخبار النجوم ان حضرتك صاحبه اجمل ضحكه. يا حياتي. لا ده حصل فعلا. لا ده انتوا يعني ده انتوا فتشتوا في كل فتشنا حاجة. بقى، دورنا. نعرف بقى مين اللي كتب عنك كده انا كنت في حفله، كانت الحفله في الاستاد، كنت بسجل الحفله، كان ذكرى الله يرحمها، وكان الفنان الجميل عزب شو، وكان في مناقشات وبعمل معاه انترفيو وبنضحك وبنهزر، فلقيته بيقول لي لا 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 انا ما شفتش يعني بالمعنى اللي انت قلتيه ده، واتكتب فعلا في الجريده وطلعت عليا بعد كده كمذيعه. بس حضرتك فعلا دي حقيقه، بس حضرتك ضحكتك ما بتفرقهوش، ده بجد يعني بدون انا على مجامله. فكره انا من الناس اللي عندي يقين ان الابتسامه صدقه. صح والله. ابتسمي في وجه الاخر. حضرتك النهارده بتدينا كده يعني الابتسامه دي صدقه، وابتسمي في وجه الاخرين هتلاقي الدنيا كلها بتتفتح. صح. لا وش حضرتك فعلا بجد لازم يتقال عليه صاحبه اجمل ضحك بجد. حياتي ربنا يخليك يا روحي. كتب كمان عن حضرتك في اخبار النجوم مريم منعت نشوى من الذهاب للقناه الاولى.
الله مريم. يعني هي مريم كده هتقتلكوا ها. ايوه. هقول لك مريم دي بنتي. ايه دي اسمها زي اسمها زيك كده بالظبط، وهي اموره زيك بالظبط وشبهك بالظبط. ربنا يخليكي، ده شرف ليا. وانا كنت حامل في مريم اه. وجينا ان انا اتنقل القناه الاولى، اه. فطبعا ما كانش ينفع لاني كنت وضعت مريم. وجي بعد كده انا شخصيا لما اتعرضت عليا موضوع ان انا اتنقل تاني رفضت بصراحه. انا كنت مقتنعه جدا بالقناه الثالثه، كنت مرتبطه بيها ارتباط شديد وما زلت لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي. القناه الثالثه بتعمل اعلام صح، مش عشان دي قناتي. لا هو التلفزيون عامة صح فعلا بيعمل اعلام صح. ويمكن انا هخص القناه الثالثه ان القناه الثالثه بتنزل الشارع. القناه الثالثه بتدخل في حواري وشوارع مصر، ان كان في محافظات القاهره والجيزه والقليوبيه. انا بعمل برنامج اسمه ثانيه ظهرا. البرنامج ده من الاسبوع للاسبوع على الفيسبوك انا بتابع مشاكل المواطنين. محافظين فعلا صح. ما بسيبش مشكله الا على قد ما بقدر ان انا احلها. لان انا ما هو ده اللي احنا بنقوله بقى، دور الاعلام مش ان انا اشرخ او ان انا بهدل اللي قدامي او احط المشكله واقول لكم تعالوا اتفرجوا بدون ما احلها. ده دور الاعلام، يقول المشكله وعلى قد ما يقدر يحلها، على قد ما يقدر. طب انا مش عارفه الاحق التليفونات من حضرتك، اول مره يجي لنا كم التليفونات دي. نقول الو. الو. ايوه. ايوه. شرف باسم حضرتك. خديجه. خديجه، انت شكلك صغيره. عندك كم سنه يا حبيبتي؟ عندي 12 سنه. ايه بتسمعينا؟ طب حلو ان في واحده طفله بتسمعنا صغيره. تتفرجي طبعا على المذيعه طبعا الجميله بتاعتنا. ايه؟ تتفرجي طبعا على المذيعه الجميله بتاعتنا في التلفزيون. العالمية نشوى عاشور بحب اتفرج جدا على بيت الهنا وبرنامج السميع. يا حياتي. برنامج السميع اللي بيجيب اغاني كتير. ايوه حلو. يعني بيت الهنا كمان عشان ده مرأة والسميعة اغاني. بتحبي الاغاني القديمه يا خديجه؟ لا مش قوي، بس انا يعني بحب اتفرج اوكا وارتيجا بقى وكده صح؟ بتحبي اغاني ايه يا خديجه؟ بتقولي بحب اوكا وارتيجا. ايه الاغاني اللي بتحبيها يا خديجه؟ ممكن يا بتاع النعناع. بتاع النعناع. عايزه تسمعيها؟ هنجيبها لك. حاضر نجيبها لك. وانا بحبك جدا يا مريم، انت ودينا يعني بسمع كل الحلقات بتاعتك. واحنا بنحبك اكتر. انت جميله خالص وصوتك جميل خالص. ده اكبر نجاح لكم يا شباب. ميرسي يا حبيبتي، وكده خليكي دايما تسمعينا. اديكم معلومه ان اول ما الطفل يحب مذيع تعرفوا ان المذيع ده ناجح. طبعا بجد طبعا. لان الاطفال دول الطفل ملايكه. صادق صح ومشاعره جميله، وان هو يسمعكم ده نجاح. لا وهي صوتها شكله صغير كده. انا بحب الاعلاميه نشوى عاشور. هنجيبها لها. بس قبل ما نطلع فاصل كنت عايزه برضو اسال حضرتك انك في جريده الاخبار قلتي لما سجلتي مع الممثل تمثيليه العندليب نشوى قالت عليه نحنوح. هو فعلا كان كده ولا ايه؟ محمد عادل ميت على روحه من الضحك ورا هي محمد. هو فعلا كان ساعتها رئيس القناه عندنا الاستاذ عادل المصري الاعلامي الكبير واللي له فضل عليا كبير جدا، وكل تحياتي له طبعا. كنت جالي كان مسلسل عندليب يا دينا، وجه البطل المسلسل ودخل معايا على الهوا، فلقيته بيتكلم بنعومه قوي زي عبد الحليم بهدوء قوي. يعني هو بيقلد عبد الحليم. بيقلده. فبقول له يعني حضرتك ليه بتتكلم كده؟ يعني هو عبد الحليم كان نحنوح. فحد لقى في جريده الاخبار صحفي جميل جدا الصحفي الاستاذ محمد عواد، اللي احنا بعد كده بقى اتعرفت عليه وبقينا اصحاب يعني. قال راح كاتب حاطط صورتي ونشوى عاشور بتقول نحن. طب مثلا ما قلتيش هيرد عليكي يقول لك ايه مثلا؟ انا استغربت يعني انا ما قلتش عليه نحنوح ولا حاجه يعني. بقول له حضرتك ليه بتعمل يعني النحنحه بتاعت عبد الحليم ما كانش نحنوح. بتصنع يعني قصدي حضرتك بتصنع. يا محمد طلع يا بتاع النعناع يا محمد. خلاص ما تنسوش تكلمونا على 011 1 760 1 760 وابعتوا لنا على الفان بيج facebook.com/radiomti. جاهزة يا أستاذة؟ جاهزة. يلا كده نعمل تيست ماي. ايه ده انتوا طالعين في حاجة؟ ايوه انا وازو. وازو مين؟ انا وازو عايزه اطلع هوا معاها. بس انت ما ينفعش تطلع هوا، ده البرنامج بتاعي لوحدي. خلاص اطلع انا لوحدي وانت تطلعي بره. ازاي يعني؟ بقول لك البرنامج بتاعي انت تطلع وانا اطلع بره. ازاي انت اللي تطلع بره وانا اللي اطلع هوا؟ لا انا هطلع هوا. ما ينفعش
عشان انت تطلع هوا، ده البرنامج بتاعي انا. خلاص اطلع معاك. لا مش هتطلع معايا. خلاص مش هتطلعي هوا الا بيا. هو ايه ده؟ ايه البلطجه دي؟ ما تشوف صرف يا مهندس صوت. وهتسمعوا كلامي؟ اه خلاص اطلعوا انتوا الاثنين مع بعض عشان ما نزعلش حد. اطلعوا انتوا الاثنين سوا. طيب امري لله. اسمعوا كل يوم حد برنامج بانديتا مع بنسي محمود من الساعة 7 للساعة 8 على راديو ام تي اي. راديو ام تي اي إذاعة تتحدى الجميع. الجنة تلاقيها قلبك قرب من كل حبايبك فكر امشي ورا أحلامك الأرض لاقيها قدامك اثبت لنفسك للدنيا إنك موجود. راديو ام تي اي. انتوا لسه بتسمعوا برنامج في الشارع على راديو ام تي اي. راديو ام تي اي إذاعة تتحدى الجميع. ورجعنا لكم بعد الفاصل. ما تنسوش تكلمونا على 011 1760 1760 او بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/radiomti. مرة تانية بنرحب بحضرتك. اهلا بيكي يا حبيبتي. دينا والنبي الحي اساليها كام سؤال. اسال بسرعه علينا. لا فاضيين مش عارفين نتكلم خالص. حضرتك طبعا كنت بتقدمي برامج اطفال زي برنامج يوم مفتوح. ايوه. دلوقتي طبعا الاهتمام ببرامج الاطفال مختلف عن زمان، حضرتك رايك ايه؟ طبعا في اختلاف كلي وجزئي عن برامج الاطفال زمان وبرامج الاطفال دلوقتي. بقى في تقدم غير عادي، والطفل ذات نفسه بقى فكره مختلف غير الاول. طبعا يعني الطفل كنا بنجيبه جوه الاستوديو ونقول له بتعرف تغني ولا يا حبيبي، بتخرج مع مامي ولا؟ يعني انا هقول لكم فصل حصل لي. مره كنت جايه، انا عندي ابني مصطفى كان صغنون وكان معايا على الهوا، واقول له يا حبيبي هي مامي بتخرجك؟ قال لي يا مامي هو انت بتخرجيني على الهوا؟ يعني اعترف رسمي على الهوا ان انا مامته. فانا عايزه اقول لك طبعا في اختلاف كل، يعني يمكن من الحاجات اللي بسطاني ان كمان بقى في قنوات خاصه للاطفال. فده شيء رائع. يمكن الحاجه اللي بحس ان هي الحاجه الايجابيه في القنوات الخاصه او الفضائيه الثانيه وجود قنوات خاصه للاطفال. بس انا شايفه ان بالنسبه للاطفال زمان كان يعني اقل حاجه تبسطهم. دلوقتي لا، لازم ايباد ولازم موبايل ولازم نت هو الاطفال بس والكبار والله. يعني كانت اي حاجه زمان بتبسط. لكن ما هو ده اللي انا عايزه اقوله، زي ما التكنولوجيا ليها ايجابيات ليها سلبيات طبعا، لان في حاجات كتير جدا بتحسي ان ايه، طب ايه يعني ما في اكتر. ما انا سالت عنك يعني مثلا على الواتساب ولا النت ولا كده. بالظبط. وبقى حكايه التليفونات والموبايلات والشات والحاجات دي كلها قللت المحبه والموده بين الناس. كان الناس لما بيوحش حد يروح يزوره. دلوقتي بقى التليفون والشات وانتهينا. ففعلا وانا عايزه اقول حاجه، الدنيا بقت كمان زحمه قوي علينا كلنا، دي حقيقي. طيب ومعانا تليفون ونقول الو. الو. ايوه، شرف باسم حضرتك. انا امنيه الهواري. امنيه الهواري، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. النهارده حلقتنا بتسمعيها من اولها ولا ايه؟ بسمعها من اولها وبتصل عشان اشكركم ان انتوا جبتوا لنا الاعلاميه نشوى عاشور. بصراحه بنحبها جدا يعني. حبيبتي ربنا يخليكي يا امنيه. ميرسي يا حبيبتي. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ ازيك يا روح قلبي؟ ميرسي جدا جدا على ذوقك. ربنا يخليكي. وانتوا بصراحه لذا مريم او دنيا ما شاء الله عليكم بنات شطوره قوي يعني. مريم ودينا على الهوا كده. ربنا يخليكي. طب قولي لي، يعني انت بتحبي تسمعي اغاني ايه يا امنيه؟ انا بحب اسمع القديم، عبد الحليم. ماليش قوي يعني. عمرو دياب اوكي حلو، حماقي كده، بس برضه بحب قوي عبد الحليم وام كلثوم. ايوه بتتفرجي على السميعه طبعا. ايوه بتتفرجي على السميعه طبعا. حبيبتي حبيبتي. على كل حال انا ببقى سعيده بالشباب الفل اللي زيك كده يا امنيه. انت انسه ولا مدام؟ مدام ومعايا حبيبه. حبيبه ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليها لك. انا ببقى سعيده جدا لما الاقي الشباب الحلو ده كده لسه مازال بيسمع القديم. ورايك ايه في الاعلام؟ موضوع حلقتهم النهارده، رايك ايه في الاعلام ككل بقى يا امنيه؟ هو الاعلام الايام دي يعني بلاش بقى احنا على الهوا. سكتت الأغنية رجعت كده. هو الاعلام يعني حلو زي
زي الفل وتمام وكل تمام. حاجة. لا بجد يعني انت شايفه ان الاعلام، يعني سيبك من، بتكلم على المصري والفضائيات، شايفه ان هو بيوصل الصوره الصحيحه الواضحه؟ مش كل الاعلاميين، يعني لميس الحديدي وناس كده على الCBC والحاجات دي بيسخنوا الناس، عاملين يسخنوا الشعب الله ينور عليك والله يا بنتي، الله ينور عليك. يعني مش ناقص، احنا في وقت أساساً بدون مصر ذكر مش اسماء ناقصة فعلا، بس في ناس تفكير. فعلا اعلاميين بتبقى عايزه تستفاد من الحلقه عشان البروجرام والاعلانات والحاجات دي بس، اعلانات مش اكتر. الاعلانات المشاهده وكده. صح بس فعلا. مش وقت خالص، مصر مش مستحمله اساسا يعني، فربنا يعديها الفتره دي على خير يعني. يا رب يا رب أمنية. ان شاء الله. واحنا ربنا سعداء يكتر ان من الناس سمعنا اللي صوتك. زيك كده في الشباب يا أمنية. نورتينا طب باتصالك. عايز تسمعي اغنيه ايه؟ اي حاجه عندي مش في دماغي حاجه. طيب خلاص ماشي ماشي حبيبتي، اتشرفت. حاجة الحبيبة بقى، حاجة الحبيبة. حاجه الحبيبه. ماشي حبيبتي. حضرتك اتدربتي على يد الاعلامي الكبير احمد سمير الله يرحمه، الله يرحمه. وعلى يد محمود سلطان برضه الله يرحمه، والاستاذه عائشه البحراوي كمان، ربنا يديها الصحة يا رب مدام عائشة البحراوي. ومحمد رجائي اللي عمل فوازير رمضان. احكي لنا بقى. دي بقى احكي لنا. اقول لك انتوا رجعتوني لاجمل سنين زمن، عمري. أجمل زمن. يعني انا قعدت اتدرب مع الاستاذ احمد سمير الله يرحمه الله والاستاذ يرحمه. محمود سلطان سنة، علمونا يعني ايه شخصية اعلامية، يعني ايه ان انا اكون محايدة، الاعلامي طبعا. ما يقولش رايه على الهوا. هو ده بقى يمكن موضوع حلقتكم النهارده. ايوه طبعا. هنتكلم عن الاعلام ودوره في المجتمع. دلوقتي الاعلامي بيطلع يقول رايه. الاعلامي لابد انه يكون محايد، يعني انتوا كمذيعين قاعدين بتسمعوا ارائي انا كضيفه، لو هنبدل الكراسي انتوا اللي هتقولوا رايكم وانا اللي هستمع لكم. صح. هو ده الطبيعي. صح. هفرض بعض الاسئله في حدود اللائقه. يمكن لما بلاقي بعض الناس او بعض الاعلاميين بيقولوا بعض الالفاظ غير لائقه. التلفزيون ده يا جماعه داخل جوه كل بيت طبعا، بيشوفوا الطفل والشاب والرجل الكبير والرجل المسن، فلازم انا احترم اذن المشاهد المستمع ليا. فدي احنا محتاجينها، احنا اتربينا على كده، ان كان مع الاستاذ احمد سمير الله يرحمه والاستاذ محمود سلطان الله يرحمه، الالتزام. حضرتك اتدربتي على قد عمالقه بجد يعني. ده حقيقه. مدام عائشه البحراوي ربنا يديها الصحه يا رب. نوجه لها التحيه برضه. طبعا ليها كل التحيه، دي استاذتي التحيه والتقدير. كانت بتعمل برنامج اسمه كل عروسين. كنت قاعده اتفرج عليه، كنت بقعد في الاستوديو على الارض وزميلي المذيع بيذيع عشان يتعلم منه هو بيعمل ايه. الله، طب احنا عايزين كده، احنا عايزين كده. احنا اتربينا كده يا شباب والله صدقوني. اوعي تخجلي انك تتعلمي، اوعي تخجلي انك تحاولي توصلي تنمي نفسك وفكرك واسلوبك في التعامل. اوعي تخجلي من حاجه زي كده. طول ما انت صح ومفيش حاجه تزعل ربنا، امشي وتعلمي واعرفي، ده الطبيعي. على فكره يا دينا حضرتك النهارده علمتينا حاجات كتير والله. على فكره احنا والمستمعين جمهورنا احنا الاثنين النهارده بنتعلم من حضرتك، يعني انت والله. ضيفتنا وفي نفس الوقت يعني بنتعلم من حضرتك كتير. ده كتير عليا، ده كتير قوي قوي قوي. بس هو يا مدام نشوى الاعلامي المفروض يبقى عنده امانه ومسؤوليه طبعا، لان المؤسسه الاعلاميه دي بالظبط زي المؤسسه التربويه، عنده ضمير. صح. احنا محتاجين حبه ضمير من المصريين كلها، مش الاعلامي بس. والله حبه ضمير يا ناس. انا بقول البلد دي، يعني يمكن انتوا الملاحظين عمال نقول الدولار 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 في كل حته، الدولار صح؟ فعلا غالي جدا. 3/4 الناس في المصايف معايا ولا لا؟ طبعا. 3/4 الناس راجعه في فلوس من طبعا. اجازه رمضان مش عايزين يشتغلوا. صح. 3/4 الناس بتنقد وما بتشتغلش. يبقى ازاي عجله التنميه هتمشي؟ بالظبط. موضوع غير الموضوع، لكن احنا العيب فينا يا جماعه، احنا العيب فينا. بالظبط. طب انا عايزه اسال حضرتك، دلوقتي محجبه صح؟ زمان ما كنتيش محجبه. اكيد. ازاي جالك الجرأة انك تتحجبي، بالذات ان دلوقتي احنا محجبين، انا محجبه عامه. ساعات ممكن اواجه في حياتي، بس انت زي القمر في الحجاب. ربنا يخليكي. اواجه في حياتي مثلا في مره كنت رايحه اتدرب شغل، كنت هعمل برنامج وكده. قالوا لي ايه، خلاص انت هتشتغلي برامج دينيه، مع اني انا يعني طبعا انا بحب الدين وكده، بس مش حابه، انا مش هقدر ادخل في المجال ده، عايز حد دارس كويس. يعني الحجاب ممكن يكون قصدك مثلا بيفرض نوع معين من البرامج على المذيع؟ لا هذا كلام مش سليم طبعا. اولا قضيه الحجاب دي قضيه واترفعت في المحاكم والمذيعات. ما ده بقى اللي انا بتكلم فيه للناس، بقول لهم والدوله لا تمانع من ده.
بالاخص ان جزء كبير من المجتمع محجبات. عايزه اقول لك حاجه، انا ما كنتش محجبه قبل كده واتحجبت، لكن انا من النوع اللي احب الالتزام في اللبس، لان المذيعه هي صوره البنات بتقلد. صح، ده لسه صح فعلا، تقليد في اللبس طبعا، طريقه في التعامل. صح. محجبه او غير محجبه، انت تقولي ازاي اتحجبتي؟ انا اتحجبت في يوم وليله من عند ربنا. افرضي شغلك قال لك لا، يعني جات لك الجراءه ازاي؟ ما برضه اتحجبتي ما انا في وقت عايزه اقول لك على critical. حاجه، مش موضوع وقت كريتيكال ولا حاجه، هي بقول لك جت كده من عند ربنا، وكانت الظروف تسمح ان انا اطلع على الشاشه، وطلعت على الشاشه وبقدم نوعيه برامج مختلفه، يعني بقدم مرأة، بقدم سياسه كمان، بقدم منوعات. منوعات دي بقى. انا يعني حضرتك بتقدمي برنامج السميعه، انا كنت عايزه مخرجتنا الجميله اعداد واخراج عزة درويش، بنرحب كل بيها التحيه، لان دي مش مخرجتي بس، ودي صاحبتي كمان بنرحب بيها. بس الفكره انا جيت قلت كده، ازاي هتقدمي وانتي محجبه؟ لا، ما انا هعمل يعني، احنا محتشمين، احنا مش الحجاب اللي هو بيلبس عبايات وكده. انا بقول انا محتشمه. لا، قالوا لي لا، ما ينفعش انك انت تقدمي برنامج منوعات تقلعي الحجاب. تخيلي انا لما يتقال لي تقلعي الحجاب واديكي برنامج لوحدك كويس. والله انا نو كومنت على حاجه زي كده بصراحه، لان ما اعتقدش ان كل اجهزه الدوله اللي موجوده حاليا بتدعو لذلك. صح. بالعكس. طب حضرتك بالعكس، زوجات سفراء وزوجات في دول اجنبيات وفي كل حته، حرم السفير والدبلوماسي وكذا، ومحجبه. فاعتقد ان الموضوع ده يا ريت يا مريم، مش هقدر اعلق لك عليه، لان بيبقى في فكر جوه قناه، اكيد دي كانت قناه خاصه صح؟ صح، ما ده اللي انا بتكلم فيه، ان هي قناه خاصه. على الرغم ان القنوات الخاصه عندهم مذيعات محجبات كتير جدا، لكن هذا مش مقياس يا حبيبتي، واوعي حد يحبطك. حضرتك كده اديتي امل لبنات كتير محجبات وفي كليه اعلام، محدش يحبط حد. اديتيهم امل. انا مذيعه سايبه شعري ولابسه مش عارفه ايه، لكن ما عنديش دماغ. صح. وانا مذيعه شعري منكوش وشكلي وحش جدا، وشكلي وحش جدا، لكن بقرا، بفهم، بحاول اتناول دائما كل الحاجات الجديده الموجوده في المجتمع، ببحث وراء كل مشكله بسمعها، ما باخدش الحاجه بالقشور. الاعلامي الصح اللي ما ياخدش الورقه وما يبصش جوه الكتاب في ايه، لازم الكتاب نعرف في ايه. فده الاعلامي الصح. طيب معانا تليفون ونقول الو. 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 ايوه، مين معايا؟ انا ام نسرين. ازي حضرتك يا ام نسرين؟ منورين الله، ربنا يخليكم. ربنا يخليكي. تحبي تقولي ايه الاعلاميه نشوى عاشور؟ صوتكم جميل جو وانتم منورين والله. ربنا يخليكي. تحبي تقولي ايه للاعلاميه نشوى عاشور؟ وانا كان نفسي جو نشوف اليوم الحلو دي، ونفسي جو نشوف اليوم ده حلو، ربنا يسوقكم شر العين. ربنا يخليكي. الله، دي احلى دعوه، احلى دعوه، احلى دعوه يا ام نسرين. وانا طالبه منك غنى والنبي. ايه غنوه ايه؟ يا اخواتي بحبها حبيبه امها. حاضر، تأمرينا. حاضر. محمد عادل النهارده. خلاص، محمد يجيبها لنا صباح. حاضر، انتوا منوره جو المدام، منورين كلكم منورين. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ودينا منوره، وانت يا مريم منوره، ربنا يخليكم يا رب. ربنا يخليك. دي احلى مكالمه جات لنا على فكره. ربنا يسعدكم. ربنا يخليك. ربنا يخليك. مكالمه انا فرحانه جو النهارده خالص. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. احنا فرحانين وسعداء اكتر، احنا سمعنا صوتك. يلا مع السلامه. مع السلامه. طب حلو يا دينا، وده كمان ناس بتكلمها من ارياف. ايوه. ايه في ايه؟ ما شاء الله، يعني لا، النهارده اليوم بتاعكم انتوا كمان جمال بصراحه. حضرتك اللي منورانا والله بجد، الواحد فرحان جدا. رأي حضرتك دلوقتي في مذيعين كتير قوي مش متخصصين في مجال الاعلام، ومع ذلك يعني داخلين كده الاعلام، مش عايزه اقول بس زيطه. زيطه بالظبط، داخلين زيطه كده. بتتكلمي على الفنانين ولا بتتكلمي على اللي هم؟ لا، الصحفيين. بصي يا مريم، برضه هو متخصص. الصحفي متخصص. على الاقل الصحفي لما هيقعد قدام المايك، درس اعلام قدام الكاميرا، عارف هيقول ايه كويس قوي. بس في حاجه بقى في الصحفي، الصحفي شغلته ان هو يولع الدنيا، يولع الجريمه. مش كله، نصهم. لا، مش كل الصحف كده برضه. كده مريم، مش كل الصحفيين ومش كل الصحف
في ناس محترمه جدا. ده حقيقي بعضهم، انا بقول بعض اي حاجه انا مش بجمع فيها، ما هو السيئة تعم والحسنة تخص. بس خشي بمبدا كده انت ودينا تمشوا في حياتكم زي ما في الحلو في الوحش طبعا. المهم ان احنا نكتر الحلو، ما يبقاش الوحش هو اللي طاغي على الساحه. فعلا. يعني في برنامج انا شفته من فتره جاب اتنين، يعني ايه اتنين على الهوا الجمهور يشوفهم بيضربوا بعض وبيرشوا بعض بالميه، يعني ايه ده شو يعني شو ايه إعلامي. صح، شو اعلامي بالظبط. بس ده حاجه كده لا صعب. طبعا انا طبعا مع اني طبعا انا عارفه انت بتذكري، وهذا الاعلامي الصحفي جدير بالاحترام طبعا اللي كان بيدير الحوار، لكن في بعض الاحيان بيبقى غصب عن عين المذيع او اللي قاعد بيدير الحوار يعمل ايه. هنا انا وصلت اللي قدامي ان هم يعملوا كده في بعض. طب المذيع المفروض هنا يعمل ايه؟ لازم اول ما يحس ان في لخبطه هيبدا يقول فاصل. يفصل. لازم، لان ده هوا ما فيهوش هزار زي ما احنا على الهوا كده دلوقتي. لو اتعرض على حضرتك دلوقتي قناه خاصه ممكن تضحي بمسبيرو؟ ابدا. هو كنت ضحيت زمان. حضرتك قلت لنا ان اتعرض عليكي قبل كده؟ رفضت. رفضت. انا ده بيتي، ده بيتي ايا كان، يعني ماشي مش هاخد فلوس زي اللي بياخدوا بره طبعا. مش عارفه ايه، لكن ده بيتي انا بحبه. انت تقدري تسيبي بيتك؟ لا طبعا. بس ده بيتي. لا ده بيتي. حلو. احنا طب من خلال تقديم حضرتك لبرنامج السميع، في فرق طبعا بين زمن الفن الجميل ودلوقتي برضو في الزمن دلوقتي الدنيا بقت الاغاني هابطه. يا حياة ده فرق يا دينا. عارفه فرق ايه يا دينا؟ فرق المستمع. صح. موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب الله يرحمه قال احنا فقدنا الاستاذ الكبير قوي اللي هو مين؟ المستمع. لما تتفرجي على حفلات ام كلثوم وتشوفي الناس وهي قاعده بتسمعها، شوفي ستايل اللبس اللي ملبوس. مفيش اولا واحده محجبه، نمبر 1. لسه كنت بشوف حفله. نمبر 2 قاعدين لابسين البدله ولابسين فستان السواريه، ولو حاطين الفرير لو في الشتاء، ولو في الصيف في ايدهم الورق اللي بيهووا بيها، والزوج قاعد او الرجل قاعد جنب زوجته لابس البدله وكرافات. شياكه طبعا في التعامل، شياكه في اللبس. هدوء اعصاب اللي كمان بيسمع دلوقتي، اللي بيسمع هو اللي بيجبر المطرب على الاداء ده والكلمات دي، وبيجبر الملحن على الالحان دي. احنا دلوقتي ما عندناش حد بيسمع. يمكن انا فرحت قوي لما امنيه الهواري اتصلت وبتقول انا بحب اسمع القديم. انا بفرح قوي لما بلاقي الجيل الصغير ده يحب يسمع القديم، يبقى لسه في اذن نظيفه، لسه في اذن ما اتلوثتش. هي دي المشكله بالظبط. حضرتك اتسالتي لما قالوا لك سر هروب المذيعات الى القنوات الخاصه، في رد مذيعين كتير قوي. انتوا عاملين النهارده استجواب ولا انت يعني ضبط واحضار ولا ايه؟ لا ما نقدرش. رد حضرتك قلتي وانا ما كنتش متوقعه ان رد حضرتك يبقى كده، لان كان في مذيعات ردهم انا لو جه مثلا عليا اتعرض لا ده يا ريت، بالعكس دي كانت بتقول لك لو عندك واسطه في الخاصه يا ريت تشوفها لي. كان رد حضرتك مختلف شويه. قلتي في القنوات الفضائيه ما تريد كذلك الرواتب مرتفعه بعكس الروتين في التلفزيون عند صرف الاذونات الماليه. المذيعة اللي بتبحث دايما عن القنوات الفضائية وليس العكس، وانا دخلت التلفزيون المصري من اجل العمل به لانني اعتز جدا بمكانته، اما البرامج الجاهزة فاقبال المذيعات عليها كتير من اجل المادة. حضرتك لو سألتك تاني نفس السؤال في الوقت ده النهاردة تردي نفس الرد؟ واقوى كمان. طب تردي تقولي لنا ايه؟ بصي الفلوس ما بتعملش ناس، والبرامج الفضائيه لها رونقها طبعا، البرامج الخاصه لها رونقها ولها مذيعينها لهم كل احترام وكل تقدير. لكن انا حاسه ان زي السمك لو خرجت من مبنى الاذاعه والتلفزيون ما احبش. ده بيتي وده المبنى بتاعي، كل حاجه ولها طابع وكل واحد حسب بتعود. انا بحب اجدد، بحب اعمل اشكال جديده، لكن ما بميلش قوي للفضائيات، او ما بحبش ان انا كل يوم في قناه وانتقل من قناه لقناه زي ما بنشوف الاعلاميين النهارده في القناه دي بكره اختلف معاهم راح القناه الثانيه. لا انا ما بحبش كده. طيب احنا نطلع فاصل نسمع الاغنيه بتاعت امورتي الحلوه. متنسوش تكلمونا على 011 1760 1760 وابعتوا لنا على الفان بيج facebook.com/radiomti. بقت طعمة ولا سهر
ايه يا عم الكآبة اللي انت مشغلها دي؟ ما تشوف لنا حاجة كده نسمعها. طيب يعني انا بقول لك بطل كآبة، تتقبل يا زيادة. ايه اها لا 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 لا، ده انت مصمم بقى. بقول لك ايه، ما تشغل لنا 100 فل و14. اسمعوا برنامج 100 فل و14 مع نور المصري كل يوم سبت من الساعة 8 على راديو ام تي اي. راديو ام تي اي إذاعة تتحدى الجميع. كل واحد فينا ليه رد فعل مختلف عن التاني في كل موقف. ممكن رد فعل حد يعجبك وممكن رد فعله ما يعجبكش. طب انت بقى هتعمل ايه؟ اسمعوا برنامج هتعمل ايه كل يوم 4 من 5:30 مع شيري سمعان على راديو ام تي اي. راديو ام تي اي إذاعة تتحدى الجميع. مزيكا بتفرحنا وساعات بتنسينا، مزيكا بتغيرنا نسمعها بشكل تاني. راديو ام تي اي سمعني احلى اغاني. راديو ام تي اي راديو بشكل تاني. راديو ام تي اي. انتوا لسه بتسمعوا برنامج في الشارع على راديو ام تي اي. راديو ام تي اي إذاعة تتحدى الجميع. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وما تنسوش تكلمونا على 011 1 760 1 760 وبعتولنا على الفان بيج facebook.com/radiomti. وعايزه اسال حضرتك سؤال مهم جدا نختم بيه حلقتنا. الحاجات السلبيه اللي بتمارسها وسائل الاعلام والاعلامي على المجتمع، ان هم بيعشقوا الترويج الاشاعات والمعلومات الخاطئه. مش كله برضه. يعني هو ده حقيقه، كلامك صح وكلام لينا برضه صح، انه مش كله، وان حقيقي يعني الاعلام بيعمل دور قوي انا ومؤثر. ساعات بستغربه ليه، ايه الغرض منه؟ ليه بيعملوا كده؟ يعني ما شفناش حتى اعلام خارجي ان يظهروا بعض الاماكن. على فكره في امريكا وفي شيكاغو اماكن مرعبه انيل من عندنا من بولاق ومبابه وانيل من اي حته، لكن ما بيظهروش ده على الساحه ولا على شاشات الميديا او شاشات الاعلام. ليه بيعملوا كده؟ انا ساعات بحس ان هو نوع من انواع البيزنس، ومادام حاجه فيها بيزنس صدقوني لا يصح الا الصحيح، حتى لو فات مليون سنه في الاخر الصح هو اللي هيبقى صح. يعني تاثير الاعلام في بعض الاحيان بيكون يعني هو القوي، هو اللي قادر ان هو مثلا زي في الانتخابات يعمل غسيل مخ. ممكن يعني يعملوا غسيل مخ للناس. او دلوقتي بقى في حاجه اسمها مناصر. بس انا عايزه اقول لك على حاجه بس يا مريم، ان المواطن المصري بقى ذكي جدا طبعا. صح. ما بقاش يضحك عليه. ما فيش حد ما بيتكلمش في السياسه، ده الاطفال. ما فيش حد ما بيفهمش دلوقتي. احنا في مرحله الناس فاهمه وعندها وعي غير طبيعي، ما ينفعش يضحك عليهم من الاخر يعني. بالظبط. في نهاية حلقتنا طبعا عايزة اقول لحضرتك شرفتينا ونورتينا، وسعداء جدا ان حضرتك كنتي معانا. واحنا على فكره مبسوطين كمان يا دينا ان مدام نشوى زودت لنا احنا شخصيا الثقافه وقالت لنا نعمل ايه كمذيعين صغيرين. اتعلمنا كمان حاجات كتير قوي من حضرتك على حاجه. انت جمال جدا. دينا زي العسل ورقيقه كده وتامه، يعني عروسه صغنونه كده تامه. مريوم ما شاء الله عليك يا مريم، جميله جدا وابتسامتك حلوه وحاضره. محمد عادل من المخرجين اللذاذ اللي قابلني وانا داخله الاستوديو زي العسل، وانا بشكره طبعا لان هو اللي عامل لكم كل الشغل الحلو ده طبعا. هو اللي ظبط لنا الحلقه طبعا. يعني ربنا يبارك لكم في مجموعتكم كلها، ما شاء الله عليكم، وتفرحوا.
وانا عايزه اقول لكم على حاجه، طول ما فيكوا امل وبتحبوا بعض هتبقوا كويسين. بس انا عايزه اقول لحضرتك احنا ما حسيناش بالوقت خالص مع حضرتك النهارده. ولا انا الوقت الحلو بيعدي بسرعه. انا اقول لدينا احنا مثلا كان لسه صغيرين بقى بنقعد نحضر في الحلقه ونطلع في اغاني كتير يا لا محمد. بس انتوا ما شاء الله النهارده محضرين وجايبين معلومات كتير قوي يعني بصراحه يعني. عشان حضرتك أنا بجد بشكركم. متميزه يعني. ربنا يخليكي يا حبيبتي. ربنا ميرسي قوي لحضرتك. وشكرا حضرتك ده يعني جيت لنا وكده وشرفتينا. ربنا يخليكي. ميرسي، ده شرف ليا ان انا ده اقعد مع شرف شباب لينا. زي الفل زيكم. ده شرف لينا. ميرسي قوي لحضرتك. ميرسي. استنونا بقى الحلقه الجايه مع مريم ودينا في برنامج في الشارع.